كتير مننا بيعمل إنجازات كبيرة وبيبقى شخص ناجح على أرض الواقع، وكل الناس بتشاور عليه وبتقول إن هو كفء في مجاله ومميز جدا. بس هو الشخص الوحيد اللي شايف إن هو ما عملش أي حاجة. بالعكس، ده العادي واللي الناس كلها بتعمله. أنا لسه ما عملتش اللي أنا عايزه، أنا لسه فاضل لي حتة. وده طبعا بيجيلنا من البرفكشنزم او الكماليه العاليه، هي المعايير الكبيره المرتفعه اللي بتفوق حدود المستطاع بتاع البني ادم، اللي بتتجاوز العادي. انا في العادي عايزه ابقى شخص كويس جدا، ابقى مثالي في حاجات معينه، هبقى قريبه شويه من المثاليه طالما ده في حدود المستطاع وحدود الامكانيات اللي انا هقوم بيها. لكن لما ده يتجاوز الحدود بتاعتي ويبقى ملوش علاقه بالواقع ويبقى في خيالي انا بس، فلما اجي اطبق ده على ارض الواقع الاقي نفسي اصطدمت بواقع ملوش علاقه باللي انا حطاه. هي دي الكماليه. طب يا ترى الكماليه في كل الاحيان بتاذي البني ادم؟ لا، في عندي انواع كتير. في كماليه موجهه للشخص، دي بتساعده انه ينجح ويطور من نفسه وينجز وغيره. اما الكماليه اللي هم بيسموها المال ادابتيف، اللي هي غير التكيفيه، اللي هي بتبقى عائق وبتبقى في النهايه مرض للشخص، وبناء عليها بيبقى في جلد ذات وفي تسويف وما بيقدمش المهام بتاعته. وهي باختصار نقد موجه حوالين اي انجاز انا بقوم بيه، دايما شايف ان انا ما عملتش اللي عليا. عمري ما رضيت بأي إنجازات على الرغم إنها مغرقاني فعلا وموجودة على أرض الواقع. وأي حاجة أنا بنجح فيها أنا بمر عليها مرور الكرام، ما بستمتعش بأي حاجة أنا نجحت فيها. بالعكس، أنا دايما بسعى إن أنا يلا اللي بعده. طب يعني افرح بالنجاح اللي أنت حققته، لسه فاضل لي حتة، لسه هكمل اللي بعد. طب يا ترى الكمالية دي جات لي منين؟ الكمالية دي جات لي من صفات، يا إما فيا أنا أو عوامل ترجع لي أنا أو عوامل أنا اكتسبتها من بره. أول حاجة، لو أنا جيت أبص على نفسي أنا كشخص جاهل بتكويني كبشر إن أنا ضعيف، أنا مش قادر أقبل إن أنا مش قادر أعمل الحاجة دي أو الحاجة دي تفوق الإمكانات بتاعتي. بالعكس، أنا بحمل نفسي فوق طاقتها. أحيانا كتيرة الكمالية بيسموها الأسوأ، لأن جواها جلد الذات، دايما طول الوقت حاسس بالتأنيب الضمير والشعور بالذنب لان انا لسه ما عملتش اللي انا عايزه. وده راجع لان انا مش عارف طبيعتي كبشر، دايما متخيل ان انا عندي قدرة فائقة وان انا اقدر اعمل اي حاجة وهد الدنيا. لكن للأسف اللي انت ما تعرفوش ان انت بتزود على نفسك شيلة وحمل مش بتاعك، فرضة بمحدودية المخلوقية بتاعتك عشان تقدر تعيش بدل ما تقع في وهم الكمال. دي اول حاجة. تاني حاجة هي فكرة ان انا في عندي بعض الثوابت انا مش بقبل بيها، زي فكرة ان انا ما بعترفش بان انا غلطان او ما بتقبلش الخطأ. حتى لو ابني لازم يجيب الدرجة النهائية وما ينفعش يغلط، ابن فلان ما ينفعش يغلط، لا، كلنا بشر وكلنا بنغلط. وبيقولوا يخلق من ظهر العالم فاسد، فمش شرط انت عشان تبقى فلان الفلاني فابنك يطلع زيك. الامور دي بتبقى من سنن الدنيا، والتغيير ده مش بتاعنا، والمخلوقية دي مش في ايدينا احنا. رقم 3، وهي فكرة ان انا على الرغم ان انا عارف ان انا شخص ضعيف وسمعت الكلام ده قبل كده وتمام وده جزء من تكويني، لكن انا مش قابل الضعف ده ولسه برضو شايف ان انا فاضل لي حتة ومش هقدر اسلم الشغل بالشكل ده. لا، والاسوأ من ده ان هو دايما بتوع الكمالية بيمشوا بخطأ تفكير كده اسمه اما او all or nothing. يعني يعمل الحاجة 10/10 وتتسلم بالشكل ده، يا اما مش هتتسلم، يا اما انا اشوف نفسي في الحاجه دي اللي هي نمبر 1، يا اما انا ما عملتش اي حاجه وما انجزتش اي حاجه. فطبعا ده هيديني لود وعبء ملهوش حل. بعد كده فكره ان انا دايما بعلق نفسي بقمم الاشياء، دايما انا شايف نفسي في قمه كل حاجه. الحلو جدا على فكره ان انت تبقى في القمه، بس مش شرط تبقى الاول. المهم ان انت تبذل المجهود اللي عليك، بس النتيجه مش بتاعتك. السعي هو اللي احنا مطالبين بيه، النتيجة مش في ايدينا. ومهما الواحد يقول بتوع الكمالية كل الكلام ده، الا ان هو برضو لسه شايف ان هو عملش اي حاجة خالص. طيب، تعالوا ننقل شوية على العوامل اللي جاية من بره اللي بتساهم في تكوين الكمالية، واللي اهم عامل منها هو البيت اللي دايما مصدر المنافسات والمقارنات ما بين ابني وما بين غيره، ان الدرجات هي رقم 1 في حكمي عليه. فكرة اب وام دايما بيدوروا على الدرجة اللي نقصت، على ان مفيش حد يسبقك،
على ان هم دايما طول الوقت يصدروا شعور بالدونية، وان انت هتبقى في نظرنا ولا حاجة طالما ما طلعتش الاول، او طالما ما وصلتش للمكانة اللي احنا عايزينك تبقى فيها. فشعور الدونية دايما لما يتسرب للاشخاص دي هيبقى هو طول الوقت عامل زي اللي بيجري ورا حاجة بس مش عارف هو بيجري ورا ايه. هو عايز يبقى احسن واحد بس برضه هو مش عارف هو بيبقى عايز يبقى احسن واحد ليه. هو عايز يبقى احسن واحد وخلاص، بس ليه؟ عشان هم عايزيني كده. فكرة الدقة والنظام الصارم ومعايير البيت بقى اللي هو بتاعت النظافة، ومفيش حاجة تتلمس، مفيش حاجة تتشال من مكانها، واللي هو كل حاجة زي الألف. حلو جدا ان يبقى عندي روتين وبينظم يومي وان ابقى شخص نظيف، بس لما الحاجة بتزيد عن حدها بتتقلب فعلا لمرض. من ضمن الحاجات اللي بتزق على ان الشخص يبقى دايما بيسعى للكمالية هي الحياة المتكلفة البعيدة عن البساطة اللي احنا عايشين فيها. يعني بيصدر لك انسان خارق، نماذج حياتية من شخصيات مش حقيقية بتصدر حاجة غير حقيقتها. لما يجوا يتكلموا عن نفسهم او يقدموا في برامج او حتى يقولوا قصص نجاحاتهم، تحس ان الحياة متفصلة على مقاسهم، وده غير الحقيقة، ده ما بيحصلش. فلو مثلا انت حابب ان انت تعمل او تبقى نموذج زي الناس دي وتعمل زيهم وتقدم تلاقي ان انت بقيت شخص معقد، كل حاجة في ابهى صورة، كل حاجة تمام التمام، استوديو مجهز، هدوم على سنجة 10، كلام ما فيهوش غلطة، كل حاجة مهيئة، بيتكلم عن بيئة مستقرة، عن حياة جميلة، عن زوجة في ايديه، عن ولاد ربنا يرضى عنهم وهكذا. فتحس ان انت لا، انا شخص مقصر، انا ما عملتش اللي عليا، ده انا لسه فاضل لي حاجات عشان اعملها، ومهما عملت هيطلع غيره. ففكرة التكنولوجيا والإنسان الخارق والحياة البعيدة عن البساطة كلها تكلف بتخلي الشخص دايما يجري ورا الكمالية. طيب يا ترى بقى أنا أعالج الكمالية دي إزاي؟ أو أتخلص منها إزاي لو أنا فعلا حاسس إن أنا الحاجات اللي أنا قلت منها دي في عرض أو 2 أو 3 أنا بعاني منه؟ هقولك أول حاجة، اقبل ضعفك، أنت مش ملاك، واقبل بأقل القليل. الإنجازات اللي انت عملتها حتى لو حاجة بسيطة اعملها، وابدأ بحاجات بسيطة، أدومها وإن قل، المهم ان انت تبقى مستمر على الحاجة اللي انت بتعملها. طيب ما انا هعمل ما تزحمش يومك بأهداف أكبر منك، جزأها وقسمها على قد ما هتقدر تعمل النهاردة، اعمل النهاردة، وكافئ نفسك واستشعر قيمة اللحظة اللي انت حسيت فيها بالإنجاز، وكسر كل الصور المثالية اللي حواليك من الناس دي عادية على فكرة وزيها زيك. وأي شغل انت عملته قدمه حتى لو شايف ان لسه ناقص فيه حاجة، قدمه وابقى عدل بعدين. ما تقارنش ابنك بحد، ولما تيجي كافئه على الأداء والسعي مش على النتيجة اللي هو وصل لها. اخر حاجة هي فكرة ان انت طول الوقت تبقى عارف ان انت عملت اللي عليك وسعيت، والباقي ده مش في ايدك انت. ودي نفسك جزء صغير من الفوضى كده، يعني مش كل حاجة بقى، لا، حاول ان انت تخرج نفسك من الروتين ده شوية. وعادي ان انا امل، وعادي ان انا يحصل لي مشاكل، وعادي دايما طول ما انت قاعد ادي نفسك رسائل تطمين بان عادي يحصل مشكلة، مفيش مانع، لعله خير، وغيرها من حاجات كتيرة هتساعدنا ان احنا نبعد عن الكمالية ونتخطاها بكل نجاح.